في البداية بحب أشكر كل السادة الحضور، والحقيقة حضور مشرف جدا ومكثف جدا، فبشكر حضراتكم لوقتكم ولسعة صدركم انك يعني تشاركونا في الندوة ديت، الندوة اللي احنا عايزين نتكلم فيها عن بعض الأمور اللي تحققت زي ما الأخت المذيعة قالت والإنجازات. ولكن قبل ما أتكلم فيما تحقق، الحمد لله اللي تحقق حاجات كتير، ولكن الزملاء في مجلس الإدارة المرشحين لمجلس الإدارة القادم كان عندهم بعض يعني التداول كده في وسط الأعضاء، سواء في مدينة نصر أو في الشيخ زايد أو في الجزيرة أو في التجمع، وكان هناك بعض الطلبات من السادة الأعضاء وعملوا لي بيها زي بيان. في الحمد لله حاجات كتير اتحققت، لكن في حاجتين: تغيير أرضية ملاعب كرة السلة وكرة الطايرة، ده تم التعاقد خلاص عليها واحنا منتظرين انها تتعمل. تجديد أرضية تراك المشي حوالين الملاعب بتاعت الكورة، تم التعاقد برضو في انتظار التوريد وبدء العمل. في مواضيع بقى 11 موضوع كانوا المفروض منهم كان حاجات موجودة في البرنامج الانتخابي ولكن لسه ما اتحققتش، ومنهم حاجات محتاجة تتعرض على مجلس إدارة إن شاء الله المرشح الجديد، وتكون دايما في يعني إذا كان هناك أي دراسة ليها ودراسة المالية بتاعتها، وبإذن الله الأمور كلها تتحقق إن شاء الله. لأن إحنا عندي مقولة كده بقول دايما: النادي الأهلي هو ملك جماهيره وأعضائه، ومن يعمل داخل النادي الأهلي من مجلس إدارة فهم خدمة تطوعية لخدمة الناس، واللي ما عندوش قدرة على خدمة الناس المفروض ما يتطوعش، المفروض ما يقدمش نفسه. فاحنا بنعمل الكلام ده لأن احنا مؤمنين إن ده نادينا كلنا وإحنا كعيلة واحدة، مؤمنين إن كلنا من جماهير وأعضاء النادي الأهلي نملك هذا النادي، وبناء عليه نحب أن يكون نادينا دايما في المقدمة. فإن شاء الله كل ما هو تم إثارته خلال الفترات الندوات بتاعت أو يعني الأعضاء وهم بيمروا على حضراتكم إن شاء الله يكون محق تنفيذ. ولكن عايز أقول حاجة تانية مهمة جدا: النادي الأهلي، نادي الأهلي الجزيرة ده المقر، وعندنا نادي أهلي مدينة نصر اللي هو الجزيرة حاجة واحدة، وبعدين عندنا نادي الأهلي الشيخ زايد، وعندنا النادي الأهلي التجمع. كل نادي من دولت فيهم في مدير للنادي، وفي مدير خدمات، وفي مدير صيانة. الناس دي موجودة علشان من غير ما الأعضاء تطلب المفروض هم اللي يقوموا بالكلام ده. يعني مثلا قلنا على الممر اللي كان موجود دوت، الممر ده عشان المدرج لسه ما كملش، فالمدرج دوت الممر دوت ما تسواش. ليه ما يسويش؟ ما يسوى الممر ده يتسوى، ولو حصل ده كلها 100 متر يعني بس تتعمل تاني. عشان كده احنا بس بنلاقي النوع من انواع الانضباط هنناقشه مع بعض في مجلس اداره، ان احنا ازاي كل ما يوصل لاي مدير لاي اهلي في اللي انا قلتهم ازاي يوصل لمجلس اداره. يعني اللينك ده اللي احنا عايزين نعمله، وان شاء الله بحوكمه معينه بحيث الامور ان شاء الله تكون في نصابها السليم والصحيح. برضو احكي لحضراتكم شويه عن الفتره السابقه. يعني الفتره السابقه ال8 سنين اللي فاتوا الحقيقه كان، وده اسلوب العمل الخاص بيا في النادي،
كان صعب جدا. النادي ده ليه فضل علينا كلنا، وليه فضل على اي واحد ارتبط اسمه باسم النادي الاهلي. وبعد فضل الله سبحانه وتعالى وبعد توفيق الله، الاهلي هو اللي صنع اسامينا كلنا. من هنا لما الزمنا نفسينا ببرنامج وجدول زمني ننهي فيه كل الامور اللي احنا بنوعد الناس بيها، كان لازم متطلب ده ان انا اكون موجود، والحقيقه اشتغل لعدد ساعات كتير جدا جدا موجود في النادي. فكنت بقعد في النادي ساعات طويله جدا. وما اخبيش عليكم كمان، تحديدا في 2023 تحديد شهر 4 كان عندي بعض الكشوفات، وكان نصيحة الدكاترة والأطباء إن أنا أبعد عن كل ما هو فيه ضغط نفسي أو عصبي. مع كل 6 شهور يكون هناك كشف تاني، كشف دوري كل 6 أشهر. ده شهر 4 أبريل 23. شهر 10 23 عدت الكشف ده بعد 6 أشهر، والناس برضو شايفت ان لازم اخد اجازه طويله. رجعت لمصر وشفت الزملاء في مجلس اداره، وكان ساعتها في ظروف لاخونا الله يرحمه طيب الذكر عمرو فاروق. وبالفعل في اجتماع مجلس اداره طلبت من الزملاء في المجلس ان انا عايز اخد اجازه لفتره طويله، لكن مع مرض واستمرار مرض اخونا العمري ووفاته رحمه الله عليه، كان من الصعب ان انا اطلب ان انا استمر في الاجازه دي. وجي بعد كده مرتين تانيين في مناسبتين طلبت فيهم ان انا برضو ابعد شويه، ولكن كل ما اقول كده بيحصل حاجه تستدعي ان احنا كمجلس كلنا نبقى واحده واحده ونكون موجودين عشان ناخد قرار نناقش امر هام يعني. فبرضو ما خدتش اجازه قبل. نعم نعم. اعمل ايه؟ ربنا يكرمكم. شكرا. ربنا يسعدكم يا ستي. ربنا يسعدكم يا ستي. ربنا يسعدكم. لو سمحتوا نخلص الناس، بس خلينا نخلص الناس لو سمحتوا. بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سيد عبد الحفيظ وكلام كابتن محمود الخطيب بان هو خلاص هيسلموا الراية. مش هيسلموا الراية، يعني هو هيمسكوا ملف الكورة، عشان بس الكلام يبقى مظبوط بالظبط. هيمسكوا ملف الكورة وان سيد عبد الحفيظ متربي على اسس النادي الاهلي، وعارف مبادئ النادي الاهلي كويس، وبيربي اجيال على هذا الاساس يعني والمبادئ. تمام. قلنا الكلام ده امبارح واتكلمنا فيه باستفاضة، ولكن النهاردة الفيديو بتاع النهاردة ده انا بس عامله عشان خاطر انا استغربت حاجة يعني هي حلوة، هي حاجة جميلة جدا يعني نص حب الناس ده يا كابتن سيد يعني، وخلاص مش عايز حاجة تاني من الدنيا. نص حب الناس ده وانا مش عايز حاجة تاني من الدنيا. الناس بتحبك يا جدع بطريقة مش معقولة، مش معقولة. الناس بتحب كابتن سيد عبد الحفيظ بطريقة مش معقولة. يعني كمية التفاعل اللي لقيتها على السوشيال ميديا بعد الكلمتين دول اللي قالوا كابتن الخطيب عن كابتن سيد رهيبة، بجد والله رهيبة. يعني انت ما يعني مش عارف، يعني انا مش عارف انت ايه اللي انت عملته وخلى الناس دي كلها تحبك بالطريقة دي. هتقول لي انجازات، ياما ناس عملت انجازات. كابتن طاهر ابو زيد مفيش اجمل من كده. كابتن مجدي عبد الغني، كابتن مصطفى يونس عمل انجازات مع النادي الاهلي كتير يعني، وكان كابتن النادي الاهلي. ولكن حب الناس اللي بيتمتع بيه طبعا كابتن بيبو وكابتن سيد رهيب.
يعني كابتن بيبو وكابتن سيد عبد الحفيظ يشتركوا في حاجة مهمة جدا، وهي حب الناس. يعني انا حب الناس اللي انا شفته لكابتن سيد ده، ما شفتش يعني الناس بتحب حد بالطريقة دي غير كابتن بيبو وابو تريكة وكابتن سيد. دلوقتي يعني افتح القوس وزود كابتن سيد. الاول كان بالنسبة لي بيبو وابو تريكة، دول الاتنين اللي لا نقاش عليهم ولا خلاف عليهم، وكل جماهير الكرة المصرية عامة تحبهم يعني، او بتحترمهم. افتح القوس بقى وحط كابتن سيد. مش هقول لك كل جماهير الكورة، لان احنا كنا مسمينه في وقت من الاوقات الحراق، لان احنا عارفين كابتن سيد دايما في صدام مع جماهير الزمالك. فانا مش هقول لك كل جماهير مصر، ولكن جماهير الاهلي بتعشقه. مفيش اتنين من جماهير الاهلي بيختلفوا على كابتن سيد. وبعدين لما اجي اقول لك جماهير الاهلي، حط في اعتبارك انها 70 او 80% من الشعب المصري، فما رحناش بعيد يعني، فاهم؟ فلما اقول لك كل الناس بتحبه بالطريقه، يعني بطريقه لا توصف، تمام. انا اقصد الكلمه يعني، الكلمه كل ما يعني الكلمه المعنى بتاعها اقصده قوي، ان فعلا كل الناس بتحب كابتن سيد. كميه حب وكميه احترام وكميه تقدير للراجل ده ما شفتهاش، مع اي لاعب من جيله، من جيل كابتن سيد. شفت كابتن بيبو، الناس بتحبه جدا 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 جدا. شفت ابو تريكة، حدث ولا حرج يعني. ولكن المفاجأة بالنسبة لي كان الكابتن سيد. أنا بحب كابتن سيد جدا، وياما لساني دلدل وقلت عودة كابتن سيد أمر يعني مفروغ منه، لازم يرجع، لازم الراجل ده يرجع. قلت أنا في وقت من الأوقات كده، تمام. بس الموضوع بالنسبة لي كان اللي هو يرجع عشان خاطر الأهلي محتاجه، تمام، كان في منصب مدير الكورة يعني. انما دلوقتي هو راجع من بوابة كبيرة، وراجع مجلس إدارة، وراجع يعني نقول، خلينا نقول تحدي جديد بالنسبة له. وشايف كمية الدعم والمساندة من الناس دي، حاجة يعني لازم تفتخر، لازم تفتخر بجد والله. كابتن سيد عبد الحفيظ، انت معاك نعمة مش موجودة عند كتير من الناس، ألا وهي حب الناس. النعمة دي مش موجودة عند كتير من الناس. يا رب أتمنى من ربنا إن أنت تحافظ عليها قوي، وتشتغل، تشتغل لمصلحة النادي فقط لا غير. لو اشتغلت لمصلحة النادي، لو كملت على نفس النهج اللي انت ماشي بيه، هتبقى في حتة 13، فاهم؟ يعني حتة بعيدة قوي، هتبقى في حتة بعيدة قوي 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 قوي. يعني بجد كل الناس بتحترمك، بجد كل الناس بتحبك، ومستنيين منك يعني انجازات و... وبطولات اكتر من اللي عدت بكتير يا كابتن سيد. حاجه بقى اخيره اختم بقى الفيديو. كابتن مدحت شلبي، انا بس عايز افهم، انت ايه مشكلتك مع كابتن سيد؟ والله ما اعرف. يا جماعه، يا جماعه الخير، لو حد يعرف يا ريت يقول لنا في الكومنتات ايه مشكله كابتن مدحت مع كابتن سيد. موضوع مش موضوع ان كابتن سيد قلبه ايه عليه مع ابراهيم فايق، لا لا. طب ما ناس كتير جدا طلعت اتكلمت بعد ما كابتن مدحت شلبي خبط في الخطيب. ناس كتير جدا طلعت اتكلمت وقالت كلام يعني كتير على كابتن مدحت وبتاع، وهاجمته وبتاع. انما كابتن سيد، انا حسيت من مدحت شلبي وهو بيتكلم عليه ان في صراع، يعني في موضوع قديم بيتفتح، في موضوع انت فاهم، في نكش قديم كده بيتفتح، او في طار بيتاخد، في حق عايز يرجع، في حاجة، في نوش، فاهم انت يا صديقي؟ فمش عارف يعني، لو حد منكم يعرف يا ريت يقول لنا، يا ريت يقول لي يعني عشان اعرف، عشان انا مش عارف. والى الان كابتن سيد خلاص بقى اكيد هيمشي على نفس النهج ويترفع بقى، خلاص هو ما بقاش مدير كوره، هو بقى في حته تانية خالص. متهيألي ما هيردش كتير على الناس.
يعني اللي هيهاجمه متهيألي ان كابتن سيد مش هيبقى زي الاول، مش اللي هو اي حاجة يطلع يلسع والحراق وبتاع، هيترفع بقى عن كل الكلام ده على ما اعتقد يعني. كل التوفيق يا كابتن سيد، منتظرين منك الافضل دايما. سلام.